لو اول مره بتشوفوني ولسه ما اشتركتوش اشتركوا حالا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. هنعمل النهارده مع بعض الوصفه الخطيره دي، هتعجبكم ان شاء الله وتنفع بقى في العزومات. يلا بينا. نحط معلقتين كبار زيت زيتون. عندي هنا نص كيلو لحمه مفرومه. عندي هنا بصلتين كبار مقطعهم بالشكل ده. حط نص معلقه جوز الطيب، نص معلقه كمون، معلقه كبيره كزبره ناعمه، معلقه كبيره بابريكا، معلقه صغيره فلفل اسود. عندي هنا معلقه صغيره جنزبيل ومعلقه كبيره توم. الله على الريحه بقى. قبل ما اقفل عليها بقى في الاخر احط الملح كده. خلاص هقفل عليها. شلت اللحمه المفرومه في طبق. احط معلقه زيت زيتون. دي هنا 250 جرام سبانخ. السبانخ انا كنت عاملاها وشايلاها في الفريزر بالشكل ده. عندي هنا معلقه صغيره كزبره ونص معلقه فلفل اسود ونص معلقه بابريكا. هحط سنه زيت زيتون. طبعا بشوحها عشان الميه اللي فيها لانها فروزن كمان، الميه تنشف خالص اللي فيها. احط نص معلقه توم، رشه ملح كده خفيفه، معلقتين كبار جبنه كريمه. بس كده خلاص هقفل عليها. الجبنه بس هتفك كده بالشكل ده. عايزه اوريكم بقى البطاطس مقطعاها بالشكل ده. نقطعها رفيع خالص. شايفين بالشكل ده. احط ملح دلوقتي بعد ما قطعتها بالشكل ده ورشيت ملح. انا عامله هنا كيلو بطاطس. عندي هنا جبنه موتزاريلا، ابتدي ارشها كده، اوزعها على الصاج كله بالشكل ده. هرص بقى البطاطس بالشكل ده. عندي هنا زيت زيتون. عايزه بقى ادهن البطاطس كده. هدخلها الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني لمده 10 دقايق او لحد ما البطاطس وشها كده ياخد لون. وده بقى شكل البطاطس بعد ما طلعته من الفرن. عندي هنا السبانخ اللي احنا عملناها. هحط اول طبقه السبانخ، احط رشه جبنه بسيطه قوي كده. عندي هنا اللحمه المفرومه. انا عصقت نص مفروم بس مش هحط النص، هحط ربع لحمه مفرومه. هتعمل لك الشياكه دي كلها. تنفع مع مكرونه مع بيض زي ما انتوا تحبوا، بس طبعا مش كل شويه بنعصق فبنعصق بزياده. احط جبنه
هبتدي بقى الفها كده بالشكل ده رول. يبقى عندي هنا جبنه، هدخلها بقى الفرن، الجبنه تسيح ووشها يحمر. شايفين الجمال بقى، لسه طالع من الفرن حالا. شكله بقى يجنن. لو اول مره بتشوفوني ولسه ما اشتركتوش اشتركوا حالا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. هنعمل النهارده مع بعض الوصفه الخطيره دي، هتعجبكم ان شاء الله وتنفع بقى في العزومات. يلا بينا. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ طعمها بقى تحفه، تجنن كده. اتمنى بقى تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وبالهنا والشفا.